السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وفيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين ويوم جديد من أيام رمضان. أنا هنا بعمل إيه؟ أنا جايبة هنا وراك مخلية. قلت للراجل يعملها لي حمام كداب. غسلتهم كويس قوي، ملح ودقيق وليمون وشوية خل، ونقعتهم شوية وبعد كده غسلتهم وسبتهم يتصفوا من ميتهم. عملت في الطبق ده بصلاية مبشورة، واحدة طماطم مبشورة، ملح وفلفل وبهارات، وحتة جوز الطيب صغننة بشرتها، وتبلت الفراخ وسبتها على جنب. هنا بعمل ايه؟ جبت وحدتين بصلتين، خرطتهم صغير عادي، وحطيت عليهم السمنه بتاعتي، اي سمنه مفيش مشكله، ما بحمرهمش ولا بصفرهم ولا حاجه، هما بيبقوا بيض كده زي ما هما. كان عندي وحدتين كبده، واتنين ونصتين يعني بتوع فرختين، كنت شايلهم لحاجه زي كده، اعمل يعني استعملها يعني في حاجه زي كده. المهم انا سلقتهم وبعد ما بردوا خالص قطعتهم حتت صغيره، ونشلتهم طبعا من ميتهم، وبرمي الميه ما بستعملهاش في اي حاجه. وقطعتهم حتت صغيره لما بردوا خالص، وبعد كده حطيتهم على البصل، حطيت ملح وفلفل وشويه بهارات صغيره وبس على كده. البصل زي ما قلت لكم مش هتحمر ولا اي حاجه خالص، هي دوب بتدبل. وبعد كده جبت كوبايتين رز بالعدد، حطيتهم عليهم، قلبت شويه كده فيهم، وبعد كده زودت الميه. ما بزودش مقدار الميه اللي هو بيبقى للرز العادي، اقل من المقدار اللي هو المفروض يتزود، وهقول لكم ليه. تمام. وبعد كده غطيتها بعد ما تشرب خالص، او حطيت هنا نص مكعب مرقه دجاج. وزي ما انتم شايفين كده، بصوا الميه مش كتير. الميه هي مش المفروض تتزود الرز العادي اللي بنعمله، اقل من الرز العادي. ولما تشرب خالص وطيت النار، ورحت ايه بعد ما تشرب على طول، اخدت شويه الرز دول علشان احشي الحمام الكداب. تمام. لازم بيكون ني، ما يكونش مستوي. طب والتاني دوت اعمل فيه ايه؟ رشيت عليه بتاع ربع كوبايه ميه كده صغيره، ورحت سبته متوطي زي ما هو، وغطيته ياخد سواه زي ما هو عادي. تمام، 10 دقايق وبطفي عليه. هنا بقى انا بحشي الفراخ، كانت الوراك، كان هنا الرز ايه المفروض يكون بارد خالص عشان تقدري تتحكمي فيه، وانت بتحشيه ما يبقى سخن، ومش تقدري ان انت تتحكمي في الورك كويس. طبعا الدبوسه هنا بتبقى فيها حته مفتوحه كده، انا دي بحشيها رز من جوه كده، وبحاول ان انا اقفل الورك كويس جدا. طبعا حاطه ميه على النار بتغلي. المهم ايه، انا بحاول ان انا اقفل ازاي بقى؟ ما بقفلش الجلده مع الجلده، لا، انا باخد اللحمه، اللحمه بتاعت الفراخ، يعني لحم الفراخ والجلد مع بعض الاتنين. لكن انا لو قفلت بالجلد بس، الجلد ضعيف فهيتقطع، والرز هيقع مني في الميه، ومش هيبقى الوراك فيها رز خالص. تمام. وبحاول اعمل ايه بقى؟ انا جبت عصايه الشيش طاووق، كسرتها، اخدت الجزء اللي فوق اللي هو المدبب ده، اللي هو فيه سن. تمام. اخدته، عملت اللي بقيت احاول ان انا ايه يعني اقفل على قد ما اقدر قوي، ولو في حته جلده كده ادخلها في مثلا مكان مفتوح شويه بتاع، المهم على قد ما تقدري ما تخليش مكان مفتوح خالص. كنت بحاول ان انا بصي بعمل بالخله ايه، كاني بخيط، بس الجلد مش الجلد، لا، اللحم من جوه بتاع الفراخ. خيطيه كده بالخله وقفلي عليه كويس جدا. انا قفلت عليها ما خليتش ولا مكان مفتوح. بصوا المنظر ازاي. دي شطارتك، معرفتيش تعملي بالخله وحسيتي انها مش كفايه، ممكن تعملي ايه بالخيط. المهم ان انت ما تخليش الرز يقع منها. وهنا انا خلصت الثلاث وراك، انا عامله ثلاثه بس مش اكتر. وطبعا الميه على النار بتغلي، وبعد ما غليت الميه المفروض ان انا ايه اسقطهم فيها. انا هنا بوريكم ان هو شكله عامل ازاي. بصي، ولا عليه رزايه من بره ولا اي حاجه، مقفول كويس جدا. البصله حطيت فيها ايه؟ حطيت فيها واحده مرقه دجاج مكعب، واحدة قطاية قطعتها كده، بصلاية، ورقتين لوري، وبس على كده. تمام. وملح وفلفل طبعا. وبعد كده تحطي الوراك فيها. يعني يا ريت بقى ايه لما تيجي تحطيها، ما تحطيهاش من الفوق، لا، حطيها من الناحيه اللي تحت اللي انت قفلتيها. بصي انا هنا هوريكي هنا انا هعمل ايه. بصي الناحيه دي اللي هي المفتوحه من تحت، حطيها في الميه، هتلاقيها قفشت على طول، قفلت على الرز اول ما تحطيها في الميه على طول. وطبعا انا الراجل لما خلالي الوراك بيطلع عظم منها وكده، العظم ده انا مش هرميه، وبيبقى فيه لحمه على فكره، مش بيبقى كله عظم. تبلته برضو بالتتبيله اللي انا كنت عاملاها اللي وريتها لكم في الاول، وسلقتهم معاه. والشوربه دي بتبقى دسمه وبتبقى جميله جدا، بتستخدميها في ايه، في اكتر من حاجه. تمام. وهنا بعد ما خلاص طلعته وبرد خالص تماما، حطيته معلقتين سمنه، معلقه زيت، ورحت ايه محمراه كده بالشكل ده. بس كده، دي من الاكلات التحفه اللي بجد يعني انا بموت فيها وبعشقها، من الاكلات دي. وهنا انا فرشت الرز اللي استوى،
اللي انا عاملاه زياده، وحطيت الوراك بالشكل ده، وطلع بالشكل الجميل ده. هنا ايه بقى؟ هنا عباره عن معايا ربع كيلو لحمه مفرومه، انا عصقتها وطبعا معايا في الطاسه التانية اللي انا وريتها لكم دي صغيره، حطيت فيها معلقتين سمنه على معلقتين زيت، وجايبه لفه رقاق الطري دوت. هوريكم بقى هعمل ايه. بحط هنا في الصينيه تيفال، ويا ريت تكون صينيه تيفال عشان ما تلزقش. ما عندكيش مفيش مشكله، استعملي الالمونيا. وطيت النار خالص، حطيت معلقتين من اللي انا مسيحاهم السمنه على الزيت، وبحط الرقاق. انا بحب اعمله بقى بالطريقه دي، ما بحبش ان انا احطه في الفرن. ما الطريقه دي حسيتي ان هي صعبه او هتضايقك، حطيه في الفرن مش مشكله. بحط رقاقتين رقاقتين، انا بعمل 6 رقاقات بالظبط. انا ما بحبهاش انها تبقى عاليه قوي، لا هي انا بحبها هي 6 رقاقات مش اكتر. موطيه النار، بوريكم ان انا موطيه النار شويه، وبفضل الف في الصينيه لغايه ما احس ان اللي تحت احمرت، واقوم قلباهم على الناحيه التانية واركنهم على جنب، واحط سمنه تاني من اللي انا مسيحاها، ورقاقتين كمان، ونفس الطريقه هي لغايه ما اخلصهم كلهم. بص انا بوريكم ان انا لغايه ما بخلصهم كلهم. وبعدين ان انا بحط بعد كده اللحمه المفرومه. اللحمه المفرومه انا ما بحطهاش ما بين 3 رقات وثلاث رقات، هما 6 رقات، مش بحطها في النص لا. انا بحط اللحمه ما بين رقاتين ورقاتين، علشان يبقى صينيه الرقاق كلها فيها لحمه. دي الطريقه البلدي بتاعتنا اللي امي وجدتي وكلنا كنا بنعملها بالشكل ده، وكانت بتطلع جميله جدا وطعمها خرافه، احسن من الفرن بصراحه بكتير. انا عن نفسي بفضلها عن بتاعه الفرن. انا هنا طبعا مش محمره الرقاق قوي، ده في ايديكي، انا عشان مش عايزاه يبقى ناشف. عايزاه انت يبقى انشف من كده، بتحمريه اكتر من كده شويه. تمام. وهنا انا حطيت في الرق اللي تحت زي ما قلت لكم اللحمه المفرومه، وبقيت الربع كيلو كده. وبتيجي بتاكلي بتحسي ان الرقاق كله فيه اللحمه، مش في النص بس وبقيت الرقاق فاضي، لا. هي ده الغرض من اني بحط في تحت وفوق. وهنا انا خلصت خلاص تقريبا الصينيه. اجيب بقى نص كوبايه شوربه من الدسمه الجميله اللي انا عاملاها دي، واقومي ساقيه بيها الصينيه خلاص، واطفي على النار على كده، وغطي الصينيه، وشكرا على كده. سيبيها حبه، هتلاقيها طريت وبقت جميله فوق الروعه. هتبقى كأنها بصراحة يعني جلاش. وعملت شوية لسان عصفور وشوية ملوخية، والرقاق طلع بالشكل ده وكان تحفة بصراحة. عايزة تحمري الرقاق يمكن لونه كده ما يعجبكيش، حمريه انت اكتر مش مشكلة. بس هينشف، انا ما بحبهوش ناشف. ماشي. هنا بقى بعد ما خلصت خلاص الاكل، طبعا احنا بقى المفروض بنستعد لاستعدادات العيد، اللي طبعا في حاجة ما عملهاش بيعملها. انا بصراحة طبعا انتوا عارفين ان انا عاملة تنظيف عميق قبل رمضان، بس ما غسلتش الحفظتين دول بتوع اوضه بنتي. فطبعا قلت ايه اقضي بيهم رمضان وبعد كده اغسلهم قبل رمضان. وده اللي حصل فعلا. وملك هنا حتى هي بتساعدني، انا بغسل شويه هي بتغسل شويه، ايديها بتوجعها بكمل انا. وقلنا نغسلهم بقى علشان يلحقوا ينشفوا، لان احنا المفروض كده خلاص من بكره باذن الله هنبدا ان احنا نفرش على الاقل مثلا اعملي كده ورقه وقلم واكتبي مثلا انا بكره هفرش الاوض، انا بعده هعمل المطبخ، هظبط كذا، هعمل كذا. يعني اعملي جدول لنفسك هتمشي عليه الكام يوم اللي باقيين دول، لان خلاص ما فيش وقت. تمام. وده اللي انا فعلا عملته، ان انا المره اللي جايه باذن الله هفرش الاوضتين بكره ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين. وخدتها بعد ما غسلت اول واحده، خدتها على البانيو كده على طول، شطفتها وسبتها تتصفى خالص، ودلقت الميه، ومليت ميه نضيفه من تاني للتانيه، وبسيبهم يتصفوا نهائي. وبعد كده بنشرهم في البلكونه وينشفوا براحتهم. تمام. بعد ما خلصت خلاص بقى، طبعا الدنيا عايمه ميه. قلت ايه الملك، طب انا مالك اخش انا اغسل المواعين عقبال ما انت ممكن تلمي لي شويه الميه اللي في الارض دول. وده فعلا اللي انا عملته، دول مواعين الفطار. المفروض كنت غسلتهم طبعا قبل ما اغسل الحفاظات وكده، بس انا قلت لا، انا هعمل الحفاظات الاول عشان ما اكسلش عنهم، لان بصراحه ما فيش وقت خلاص. وانا الحمد لله يعني مخلصه الشغل كله بتاع البيت تقريبا، ما فيش اي حاجه فاضلالي غير هما كانوا الحفظتين دول، وكانت الدواسه اللي قدام باب المطبخ والحمام، والدواسة اللي قدام باب الشقة، وغسلتهم برضو حاجات بسيطة جدا، وخلص على كده. واللي ما عملش يا جماعة يلحق يعمل، يعني لو ما عملتيش المطبخ ولا عملتي حاجة الحقي. وكده خلاص انا بلم المية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين. وما تنسونوش في اللايك يا جماعة، واللي ما اشتركش في قناتي يا ريت يشترك.